السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم متابعيني وأصدقائي الحلوين، عاملين ايه؟ النهاردة هنقدم مع بعض وصفة لذيذة وسهلة ومفيدة قوي، وفي نفس الوقت اقتصادية ينفع نضمها للستة وجبات آخر الشهر. هنعمل مع بعض النهاردة طاجن عدس بجبة. العدس بروتين نباتي قيمته الغذائية عالية جدا، والطريقة اللي هنعمله بيها النهاردة طريقة جميلة جدا. جربي بنفسك وصدقيني مش هتندمي. يلا بينا نبدأ بالمكونات. عندي هنا 150 جرام عدس بجبة، ممكن تنقعيه من بالليل او تاخديه نص سلقة. في عندي كمان بصلة وسط متقطعة مكعبات. عندي كمان 2 طماطم وسط متقطعة مكعبات برضو. عندي حتة كده من الفلفل الحامي لو بتحبي الاكل مشطشط. كمان 3 فصوص ثوم مهروسين. البهارات بقى مكعب مرق دجاج، نص معلقة من الكزبرة، رشة فلفل، رشة ملح، معلقة صغيرة كمون. وفي عندي كمان طبعا معلقة من صلصة الطماطم الجاهزة. في حلة على النار حبايبي هضيف مقدار من الزيت، وهنزل بالبصلة بتاعتي تاخد تشويحة خفيفة وتدبل او تصفر كده. بعد كده هنزل بالثوم بتاعي، يدوب بس يتقلب تقليبة خفيفة وتطلع الريحة بتاعته. هنزل على طول بعد كده بالطماطم والفلفل بتاعي، وهنزل كمان بصلصة الطماطم. هضيف كمان التوابل بتاعتي بالشكل ده. هقلب كل الحاجات دي مع بعضها، وبعد كده هوطي النار واغطي عليها لحد ما الطماطم ما تدخل في التسبيكة بتاعتها. زي ما انتوا شايفين كده هبتدي دلوقتي اضيف العدس بتاعي. هقلبه مع الصلصة. وبعد كده هزود شوية مية مغلية صغيرين واغطي عليه لحد ما يرجع تاني يغلي. اول ما يغلي حبايبي بالشكل ده هنزل بيه في الطاجن بتاعي. ودلوقتي حبايبي هدخل الطاجن بتاعي الفرن وهسيبه لحد ما يتسبك وما يفضلش غير شوية صوص صغيرين. في الحالة دي هطفي عليه وهولع عليه الشواية عشان وشه ياخد تحميرة او لسعة خفيفة من فوق كده. وبعد كده هطلعه من الفرن زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. والتكاية بقى اللي بتودي طعمه في حتة تانية خالص، هولع فحماية على وش الطاجن. الفحماية دي هتنقل طعمه في حتة تانية بجد، جربيها وعلى ضمانتي هتدوقي احلى طاجن عدس بجبة بجد والله. اتمنى تجربوه وتقولولي في الكومنت رأيكم ايه. وبكده حبايبي نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايك والشير ودعوة حلوة بظهر الغيب. اشوفكم فيديو جديد من فيديوهات قناتي. دمتم في حفظ الله وامنه. فيكي كيتشن.